صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدن زوفا، فقلت له وذاك بالله يا عبتي من الظوف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغتني به. قالت فاطمة سلام الله عليها وأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتعالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا وإن يشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله صلى الله عليه فقوم إليه فقلنا من جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الأحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله. أتعاذني أن أدخل معك متى هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إن يشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله صلى الله عليه. فقلت آمين جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله. أتعاذني أن أدخل معك متى هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معه حسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين عليه السلام. فقال يا فاطمة إن يشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت منها وما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنني أن أدخل معك متى هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبتا والسلام عليك يا رسول الله. أتأذنني أن أدخل معك متى هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتمل جميعا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي والسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا خبرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟
قال الله تعالى: هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا رب أتأذن أن هبتا إلى الأرض ليكون معه سادسا؟ فقال الله تعالى: نعم قد أذنت لك. فهبط أمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرأك الصلاة ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خبرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأهلكم وحبتكم. وقد أعدني أن أدخل معك متى هذا الكساء. وهل تأذن أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال: قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. وقال لهم: إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله أخبرني ما عن جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تعالى. فقال: نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي مرشد وفي مامون إلا ولدت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فضلنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي مشيئتنا وفي مامون إلا وفرج الله حمه ولا مامون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخضر الله حاجته. فقال علي: والله فضلنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت على وبحق فاطمة وأنت فاتر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام.